يا مساء السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة حاجة سهلة وبسيطة كده واقتصادية جدا، مش هتكلفك اي حاجة خالص. هنعمل البيتي فور النهاردة بالمية، بدون بيض وبدون حليب، وهيطلع زي ما انت شايفة كده ناعم جدا وبيدوب في البق. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول، واقول لكم تعالى مع نشوف المقادير. معايا هنا 125 جرام من السكر البودرة، عندي 250 جرام من السمنة، وعندي 400 جرام من الدقيق، واتنين فانيليا، عندي ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من المية. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. حطيت السكر زي ما انتوا شايفين كده، سكر انا طحناه في مطحنة الخلاط عندي. وبعد كده هنزل السمنة، اي نوع سمنة انت عندك بتفضليه. انا السمنة دي سمنة كريستال الصفرة. عايزة تعملي سمنة بلدي مفيش مشكلة. تمام. هنزل كل السمنة بالشكل ده كده. سمنة يعني متلجة، سمنة عادية، مفيش يعني مش هيأثر معاكي في أي حاجة. الاتنين ينفعوا، لو في التلاجة هتنفع، واللي بره في التلاجة اللي درجة حرارة المطبخ هتنفع زي ما انت شايفة كده. أنا هشتغل بالمضرب الكهربائي. لو عندك مضرب كهربائي، مضرب يدوي، عجان، اللي يريحك اعملي بيه. ما عندكيش أي حاجة خالص، حطي المكونات كلها في الخلاط واضربيها، دي أسهل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده انا هفضل اضرب شويه بالمضرب كده لحد ما القوام يفتح معايا شويه ويبقى كريمي بالشكل اللي انت هتشوفيه ده. يعني هياخد معاكي لمده 3 4 دقايق كده بالمضرب الكهربائي. طبعا انا لسه اول مره بيشوف القناه عندي، واول مره يشرفني. طبعا هتحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتشوفي الفيديوهات بتاعتي وتقيميها وتقولي بتتابعيني من انهي بلد. اهم حاجه تصلي على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا هنا هنزل اللي في الجناب زي ما انتوا شايفين، عشان اتاكد لو في اي سكر في سمنه متقلبتش تتقلب معايا. نسيت اقول لكم ان انا حطيت رشه ملح على الدقيق، على السكر، سوري، على السكر البودره علشان تتحد معايا كويس. لان لما بحطها على الدقيق بتبقى باينه في البسكوت شويه او في البيتي فور. فلما تحطي يعني رشه الملح حطيها على المواد السائله عشان تتقلب معاكي. هضيف كده في الوقت ده كده ربع كوبايه من الزيت، والزيت لازم يكون نوع نضيف ما يكونش ليه اي ريحه معاكي. وربع كوبايه من الميه، ربع ميه من الحنفيه عاديه خالص، ولا ساقعه ولا سخنه. تمام. هحط بقى كيسين الفانيليا، اللي طبعا احنا محطناش بيض، بس هحط الفانيليا تدي طعم او ريحه. ممكن تحطي الفانيليا دي تكون بالبرتقال، ممكن تحطيها بالفانيليا عادي، ريحه الفانيليا عادي العاديه، ما فيش مشكله. هي اي نكهه بس اللي بتفور بتاعنا. تمام كده كده احنا هنحط، يعني هنقسم العجينه ونعملها بالشوكولاته. انا كده قلبت خلاص، هشيل بقى المضرب وهجيب بقى الدقيق. هخلي معايا واحده يامه من المضرب الكهربائي كده، هقلب بيها بس بالشكل ده. احط كل كميه الدقيق وهسيب شويه على جنب. دول 350 جرام من الدقيق. تمام. انا هنزلهم وهحتاج عليهم كمان 50 جرام تاني، يعني كل الاجمالي الدقيق كله 400 جرام من الدقيق. زي ما انتوا شايفين كده العجينة سايلة خالص، لسه عايزة طبعا دقيق تاني. هضيف الشوية اللي في الطبق واحط عليهم 50 جرام تاني، يعني 400 جرام. زي ما انتوا شايفين كده هنزل برضو اللي في الجناب عشان اشوف برضو قوام العجينة معايا، لان انا ما لمستش العجينة بايدي. هنزل شوية الدقيق وهحتاج تاني زي ما انت هتشوفي دلوقتي. بصوا انا بدخل الدقيق في قلب العجينة، مش بعجن خالص، بقلب تقليب بسيط. بصوا، حس العجينة تقلت معايا شوية. لو لمست العجينة بايدك النظيفة هتلاقي العجينة مش بتلزق. بس بصوا زي ما انتوا شايفين، تحس ان لسه فيها سوائل، عايزة تضاف لها دقيق تاني، لان كده لو انا حطيت هتلاقي العجينة فرشت معاكي. بصوا هي كده ما بتلزق، يعني هي طرية بس مش بتلزق. بس طبعا مش تنفع معانا بالطريقة دي. هقسم العجينة في الوقت ده نصين كده بالشكل ده. وطبعا انتي لو المقدار ده قليل عليكي مثلا هتضيفي الكمية، هتضعفي الكمية معاكي.
لو عايزة تكبري الكمية شوية، انا المقدار ده هيعمل معايا صاجين من البيتيفور اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو. انا هنا حطيت معلقتين من الكاكاو الخام، كاكاو خام اسباني بقى، كاكاو خام عادي مفيش مشكلة. اهم حاجة يكون نوع كاكاو يعني نوع حلو، علشان يديكي طعم حلو في البيتيفور او يديكي طعم الشوكولاتة. تمام. انا هنا حطيت معلقتين دقيق بالشكل كده. انا بقلب زي ما انت شايفه، مش بدخل يعني مش بعجن، انا بدخل الدقيق في قلب العجينه. بصوا العجينه لو مش محتاجه دقيق معايا مش هتلاقيها بتشرب الدقيق معايا بالشكل ده كده. بصوا انا بحاول بس ادخل الدقيق في قلب العجينه، ومجرد ما يختفي خلاص هوقف تقليب، مش هحط دقيق تاني. تمام. وبرضو بختبر العجينه بايديا. بصوا بوريك هنا خلاص. تعالوا بقى هنا، ونفس الحكايه برضو قلبت الكاكاو على العجينه التانية، وطبعا بقى بقت بالشوكولاته والتانية بالفانيليا. ده القمع اللي انا كنت هشتغل بيه، بس طبعا لقيته هو الوردة الواسعة. طبعا انا مش بحب النوع ده. في نوع تاني انا بعد ما هحطه طبعا في القمع هرجع اشيله تاني، واحط اللي هو التب التاني اللي هو بتاع البيتيفور اللي دايما بشتغل بيه معاكم. تمام. طبعا انا هنا الكيس ده هيتفتح معايا، فهضطر ان انا هدخل الكيس ده في قلب كيس اللي هو القماش عشان اتحكم فيه اكتر من كده. هعمل بيه بس كام واحده واحس اللي هو بس ايه، لان الفتحه بتاعت الكيس اتفتحت معايا شويه زياده، فوسعت مني على طول. فدلوقتي انا هجيب الكيس كله بالقمع بتاعه هدخله في الكيس القماش علشان اقدر اكمل واضغط كويس. تمام. احسن حاجه كمان الكيس القماش اللي يفضل معاك نضيف، اللي انت تحطي كيس بلاستيك يعني جواه، ما تحطيش العجينه مباشر كده في قلب الكيس، علشان بس ايه ينضف معاكي على طول. انا هنا زي ما انتم شايفين دخلت الكيس بالتب بتاعه في قلب القمع بالشكل ده، وهكمل الصاج. في الوقت ده انا مشغله الفرن طبعا على درجه حراره 180، وبحط البيتيفور في اخر رف في الفرن من فوق. العجينه البيضاء هتاخد معايا الصاج اللي انتوا شايفينه ده، واول صف كده في الصاج التاني اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي برضو، اللي انا هعمل فيه الشوكولاته. تمام. طبعا هعمل معاكم البيتيفور وهنخلصه وهنشكله، وهوريكم في الاخر طلع معايا الكميه بتاعته قد ايه، وهقولك يعني كم يعني. بصوا كلفني قد ايه. انا هنا زي ما انتم شايفين دخلت اول صاج الفرن لما خلص كده. بعد كده عملت التاني بالشوكولاته نفس الطريقه برضو، ما غيرتش في التشكيل. بصوا انا هعمل ازاي، انا بوريكي بس نعومته قبل ما اشكله. ودي اخر حاجه في الصينيه اللي هي بتاعه الشوكولاته. عملت صاجين وصينيه. بصوا طبعا انا مش دهن اي حاجه في الصينيه، واكتفيت بالسمنه اللي في قلب البيتيفور بالشكل ده. انتوا ملاحظين طبعا البيتيفور معمول بسمنه ومعمول بميه بدون لبن وبدون بيض ولا اي حاجه. تمام. بصوا البيتيفور عامل ازاي، الرسمه ما شاء الله بارزه فيه وباينه، ولا راحت ولا فرش ولا اي حاجه. هو لازم المعجنات بالذات او البسكوتات بالذات لازم تريح حاجه بسيطه، بس ما فرش يعني ما فرشتش لدرجه. عندي هنا زي ما انتم شايفين كده بار شوكولاته اللي هو السما. انا بحب السما بالحليب جدا، بتدي نتيجه حلوه قوي في الشغل معايا، وبتدي لمعه كده، وفي نفس الوقت لو مفيش سما بضطر اجيب اي نوع تاني. تمام. انا هنا كنت سويت البيتيفور زي ما انتم شايفين وبرد خلاص. هبتدي بقى ان انا اشكله، وسيحت الشوكولاته. حاولت يعني شلت مثلا مكعبين كده من قلب الشوكولاته وسيحتهم. سيحت بقيه البار الشوكولاته اللي انا جايباه زي ما انتم شايفين كده. طبعا التشكيل ده بقى حسب ذوقك انتي، عايزه تجيبي بقى سوداني، جوز هند، فرماسيل، اي حاجه بقى انت عايزاها. هتقفلي بس بشوكولاته زي ما انا هعمل كده، يعني تبسطي الامور عشان برضو متبقاش ايه يعني الحاجه مكلفه قوي طبعا. وزي ما انت شايفه يعني احنا من اقل حاجه عملنا بيتي فور، وعملنا كمان تشكيل من اقل حاجه.
فحاولي مثلا ايه لو انت هتعملي، يعني يبقى في تبسيط امور شويه عشان ما تبقاش الدنيا ايه اوفر قوي. زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي ان انا اشكل كده ما بين البيتيفور والتانية بالشوكولاته. لو عندك مربى اعملي بيها عادي، المحلات بتعمل مربى برضو، وساعات بيعملوا برضو بالشوكولاته. انا هنا بقفل بالشوكولاته كده، لان ساعات المربى بتطري البيتيفور قوي، او بتخليه يعني يعني يبقى فيه طريان كده. بعد كده فيما بعد لو انت عامله كميه ولا حاجه بتطريه، ما بتحافظش على قوام البيتيفور كده زي ما انتوا شايفين. وكمان ساعات بتفك من البيتيفور نفسه، يعني طبعا الشوكولاته بتجمد خلاص، بتثبت بتمسك في البيتيفور خلاص. زي ما انتوا شايفين كده التشكيل بقى، وانت قدام التلفزيون كده هتتسلي. الكميه دي تعرفين طبعا الكميه دي لو جبناها من بره هتبقى بكام؟ كيلو البيتيفور بره معدي 100 وحاجه. كل طبعا اللي بيشتري من بره عارف ان العلب دي علب شفافه طبعا، ما بتاخدش وزن، يعني مش تقيله ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده بتبقى شكلها حلو كمان لما بتقدميها لاي مثلا زبون او عميل بتشتغلي معاه. هنا بقى هحط هنا ايه الميزان. وطبعا العلبه دي شفافه، مش هتاخد مثلا 100 جرام ولا حاجه فيها. بص الوزن هنا عامل ازاي. هنا كان 912 جرام، 900 جرام. وبصوا احنا هنا استخدمنا 400 جرام من الدقيق، و 250 جرام من السمنة. احسبوا بقى المقادير كده عملوا معايا قد ايه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وعايزة اقولك الفيديو ده اقتصادي جدا لأي واحد هيفتح مشروع. يا رب تستفادوا منه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.